ديال القاطن كاين ارتفاع، كاين بزاف ديال المواد ديال القطن تزادت فيها، كاين اللي تزادت فيها 3 دراهم، كاين 4 دراهم، كاين 2 دراهم. بالنسبه للاسباب، الاسباب راه كثيره، من بينها الجفاف اللي هو عامين هذه متتاليه، وبالنسبه حتى للزرع وداك الشيء تيجي من كندا، تيقولوا الحرب القطنيه تيجي الزرع تيجي لنا الرحبه، تيجيبوا سحاب الكاميوات تيجي لنا الرحبه. الاغلبيه تيكون ديال برا، الاغلبيه دابا العدس ديال البلاد راه ما كاينش، راه مقطوع، راه الثمن ديالو راه تزاد بزاف، كان ب 15 درهم دابا ولاو تيقولوا فيه 21 درهم باش حنا ناخذوه، يعني غالي بزاف مقارنه مع كندا، كاين شويه ثمن طايح. بالنسبه للدرويش الله يحسن العوان، راه الناس ما بقاش الاستهلاك كما كان شحال هذه. الحمص دابا راه الناس كانت تاخذ ب2 كيلو 3 كيلو ولا تدير رابعه. الحمص كان تيتباع ب 15 درهم ولا تيدير 28 درهم 25 درهم، راه ماشي فيه استطاعه كلشي ياخذ الحمص. اللوبيا والعدس راك عارف، اللوبيا دابا راه دايره 22 درهم، كانت ب 14 درهم دايره 24 درهم 22 درهم على حسب الجوده ديال اللوبيا. حتى القدره الشرائيه ديال المواطن الله يحسن العوان، راه ماشي كلشي قادر دابا ياخذ اللوبيا. المعيش اليومي ديال الضعيف راه كله تزاد، والركود راه كاين، انت تشوف راه حاله السوق راه هي هذه، كلشي دابا تيشكي كما تيشكي المواطن، حتى حنا راه تنشكيو معاه، حتى حنا راه تنتقداو، حتى حنا راه تنصرف. الغلا بالنسبه للقطنيه بحال الحمص هذا العام المنتوج قليل شويه، المنتوج قليل وما داخلش دقه واحده، يعني كل واحد داكشي كيجيب شويه بحال لقطات، يعني بحال قلتي الفلاح متحكم في السوق، ما بقيناش حنا كنتحكموا في الفلاح. الفلاح كيعطيك يعني على قياس باش يخليك ديما، كيخلي السوق ديما جيعان. بالنسبه للوبيا، اللوبيا كانت في وقت الانتاج ديالها كان 13 ونص شويه 14 ونص، في ظرف شي 20 يوم شهر وصلت 19 درهم 19 ونص. ملي جات ديال برا، دخلت السلعه ديال برا ديال مصر، لقات ديال البلاد طالعه، بقات في الثمن ديالها، يعني ما هرساتهاش باش تنزل. ملي كان السوق غالي كان عليهم يدخلوا اللوبيا قبل، يكون عندنا ستوك في البلاد، وباش تكون المنافسه ما بين ديال البلاد وديال برا. معلوم كاين السماسري اللي كيحكروا السوق، الناس اللي كيحطوا السلعه بزايد، كاين اللي تسولو دابا يقول لك عنده 40 طن 50 طن في المكازا، كيتسنى حتى تغلى عاد يخرجها ليه. كاين الشيء تا هو راه كيساعد في الغلاء ديال السلعه.